انتوا عارفين مين اللي كان هيعمل دور عمر الشريف في فيلم إشاعة حب؟ قالوا لي اتصدم، اسماعيل ياسين هو اللي كان هيعمل الدور ده. اللي كان هيعمل دور يوسف وهبي هو عبد الفتاح القصري. عايزه اقول لكم بقى ان كواليس الفيلم كانت غير الفيلم خالص، يعني كان الفيلم كوميدي ولكن كان فيه خناقات. حصل خناقه في اللقطه دي اللي هي بتدخل فيها هند على عمر الشريف وبتفاجئه ان هو عنده ولد. هند رستم بقى حكت في مذكراتها ان في المشهد ده يوسف وهبي كان متعصب منها جدا هي وعمر الشريف، لان هو كل ما بيقع على الارض ويعمل نفسه ان هو مغمى عليه هند رستم بتموت على نفسها من الضحك، فهو كمان بيضحك. فضل ينفخ طول المشهد وقال لهم جرى يا عمر انت والست هند، انتوا جايين تهزروا؟ المره الثالثه ما قدروش برضو يمسكوا نفسهم وقعدوا يضحكوا. يوسف وهبي راح للمخرج قالوا لما الاساتذه يبقوا يخلصوا ضحك يبقى ناديله كمل المشهد. عايزه اقول لكم بقى مفاجاه تاني في الفيديو ده، ان احمد سعد في البرنامج بتاعه بيت السعد قال ان هو هيكون بطل فيلم اشاعه حب وهيعمل دور عمر الشريف. الكلام ده كان في 2023. من قريب بقى نزلت الصوره دي للمخرج طارق العريان واحمد سعد وهو بيمضي معاه فيلم جديد. تفتكروا بقى بيمضي على فيلم اشاعه حب ولا فيلم جديد خالص؟ رايكم اصلا لما احمد سعد يعمل دور عمر الشريف؟